ازيكم عاملين ايه؟ معاكم سهام. تعالوا النهاردة لو عندكم كده لحمة مفرومة وعندكم بطاطس، تعالوا نعمل بيه أكلة حلوة النهاردة. هتكون أكلة برضو سريعة وهتكون حلوة. يلا نبدأ مع بعضين. هقشر البطاطس وارجع لكم. إيه، انا جبت مية هنا في الدورق ده او اي طبق عندكم تحطوا فيه مية. هنبدأ كده نقشر البطاطس. البطاطس عارفين طبعا ان هي بتسود مننا، فلازم يكون جنبنا مية بالشكل ده. اول ما تقشروا البطاطس نزلوها في المية على طول. هعمل كل الكمية دي وارجع لكم. وبكده خلصنا البطاطس كلها، قشرناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنمسكها بقى نقطعها دواير صغيرة. طبعا فاكرين السكينة دي؟ انا قلتلكوا اي سكينة فول مارت بالشكل ده هاتوها، بيكون فيها مسن هنا عشان الناس سألتني عليها تاني. المسن ده حلو قوي ان وانتوا بتدخلوا السكينة كده هي بتسنها، وانتوا بتطلعوها برضو بتسنها، فحلوة جدا. بتقعد معاكم فترة طويلة خالص. انا عندي الحجم ده وعندي حجم كبير. حلوين قوي قوي معايا، وبحب السكينة دي جدا، يعني طيبة بطريقة حلوة قوي. تعالوا كده نقشرها. نمسكها، بصوا نقطعها ازاي. بصوا كده السمك ده، يعني ولا هي رفيعة قوي ولا هي تخينة قوي، حاجة وسط كده. هنمسكهم نقطعهم كلهم بالشكل ده، بعد كده هرجع لكم تاني. تمام كده قطعتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، كلهم متقطعين. هاخدهم اغسلهم كويس وبعد كده نجهز الخطوة اللي بعد كده. دلوقتي عندي بصلاية او نص بصلاية كبيرة. همسكها اقطعها شرايح، انا بحب اقطعها شرايح. تمام كده البصلة بتاعتنا جاهزة، عايزاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا ناخد الخطوة اللي بعديها. دلوقتي همسك اللحمة المفرومة، هتبلها بقى بشوية توابل حلوين. تعالوا كده نجيب التوابل مع بعضينا ونحط كل التوابل اللي احنا عايزين نحطها. انتوا بقى عايزين تحطوا حاجة اضافية تمام، عايزين تلغوا حاجة مش موجودة عندكم برضو تمام. تعالوا كده نشوف هنحط ايه. اول حاجة معانا عندنا فلفل اسود. طبعا حطوا الكمية اللي انتوا عايزينها. قبل ما احط الفلفل الاسود انا حطيت معلقة زيت كده صغيرة، علشان وانا بعجن اللحمة المفرومة تتعجن بكل سهولة معايا. تمام كده حطينا رشة ملح برضو. عندي بصل باودر. بحب البصل باودر كتير انا في اللحمة المفرومة، بتديها طعم حلو. عندي كمان بابريكا، بتدي برضو طعم حلو وبتدي لون حلو. عندي كمان توم باودر، برضو بيدي ريحة حلوة. عندي طبعا السيزن ده بحب احطه برضو عليها، بيديها لون حلو وبيديها طعم حلو قوي. انا هحط منه 2. طبعا انتوا التوابل دي ترجع لكم، الطعم اللي انتوا بتحبوه حطوه، لكن انا بحب احط الحاجات دي. للامانه بتدي طعم حلو قوي. لو حابين تفرموا بصله برضو وتحطوها عليها تمام. بس هتبقى اوفر، يعني هتبقى فيها كتير. فالتوابل دي كلها حلوه كافيه يعني ان انتوا تعملوا بيها. هعجنها بس كده واخلطها في بعضيها زي ما يكون هنعمل كفته. اعملها وبعد كده ارجع لكم تاني. تمام كده انا عملتها وخلطتهم كويس التوابل. هسيبها بقى ترتاح، وتعالوا نعمل الخطوة اللي بعد كده، خطوة البطاطس بقى والحاجات اللي هنعملها ونجهزها. وبعد كده نرجع نكمل باقي الخطوة الأخيرة بتاعة اللحمة المفرومة. هنبدأ نحط حلة على النار، نبدأ نحط فيها معلقة كبيرة من السمنة أو الزبدة، أو حابين تحطوا زيت اللي انتوا بتستخدموه. انا مش عايزة اكتر سمنة كتير او دهون كتير، لان هوريكم احنا هنعمل ايه. بصوا انا حطيت يعني زي ما انتم شايفين هي مش كتيرة. السمنة مش كتيرة زي ما انتم شايفين. هنزل بالبصلة دلوقتي علشان تتشوح. تمام هشوحها وارجع لكم. كده البصلة اتشوحت زي ما انتم شايفين اهي، اخدت لون حلو. هنزل بعد كده بالبطاطس عليها.
عايزه اقول لكم لو حابين برضو تاكلوا صينيه بطاطس حلوه وطعمها جميل باللحمه اعملوها بالشكل ده. انا بعمل البصل زي كده بشوحها واشوح فيها اللحمه، بعد كده بشيل اللحمه على جنب واحط البطاطس تتشوح، بعد كده بشيل البطاطس واحط اللحمه واحط التقليه وكده عقبال ما اللحمه تطيب شويه. ببدأ بعد كده احطهم في صينيه وادخلهم الفرن، لان لو حطينا البطاطس مع اللحمه بصراحه اللحمه هتاخد وقت طويل والبطاطس هتتحرق مننا، فبعملها دايما بالشكل ده. الصينيه دي برضو هتدخل الفرن، علشان كده عملتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شوحت البصله بعد كده معاها البطاطس هتتشوح كده وتاخد لون، بعد كده هنزل بالصلصه عليها تاخد بس تسبيكه كده، وبعد كده هوريكم هنعمل ايه. هي كده زي ما انتم شايفين اتشوحت شويه حلوين اهم، اخدت لون حلو، وممكن كمان اسيبها شويه كمان. التشويحه دي بصراحه بتخلي البطاطس طعمها تحفه. هسيبها بس شويه كمان بعد كده نرجع نكمل مع بعضينا. كده اتشوحت معايا كويس. عندي معجون الطماطم ده هبدأ مثلا اخد منه معلقتين، انا مش عايزه كتير ومش عايزاها كمان ان هي تكون فيها صلصه كتيره، يعني حاجه كده خفيفه. هننزل كده معلقتين وننزل كده ميه من الكاتل تكون سخنه. حاجه كده خفيفه بس تتسبك فيها. هضيف برضو شويه توابل، لو انتوا حابين تضيفوا توابل تمام. بس هي شويه توابل خفيفه قوي، ممكن احط بس فلفل اسود وشويه ملح، مثلا مرقه دجاج وخلاص، يعني مش هزود حاجات كتيره زي ما حطينا في الكفته، لان الكفته كده كده فيها، وهتنزل كمان العصاره بتاعتها عليها. شايفين انا عايزه بالشكل ده، ما يبقاش يعدي البطاطس، يعني الصلصه ما تعديش البطاطس، هي بس هتاخد التسبيكه فيها تتسبك شويه، وبعد كده هوريكم الخطوه اللي بعد كده. تعالوا كده نضيف التوابل وخلاص ونسيبها تتسبك. نديها رشه من الملح برضو، ما نكترش لان احنا حاطين في اللحمه المفرومه ملح. فلفل اسود، لو عايزينه طبعا سبايسي ممكن تحطوا شطه، انا ما بحبش الشطه يعني بحط فلفل اسود بس. عندي كمان المرقه دي جايباها من سامز، دي مرقه دجاج حلوه قوي بحبها برضو عليها. المكعب بتاعها كمان صغير، يعني شايفين يعني هو مش كبير، هو مكعب صغير كده. بنفتته عليها، حابين تحطوا نصه تمام، حابين تحطوها كلها تمام. هنقلب كل الكلام ده مع بعضيه، نسيبها بس تتسبك، وبعد كده هرجع لكم اوريكم الخطوه الاخيره اللي هنعملها. طبعا ما ننساش ربع معلقه السكر، علشان يعني حاجه كده خفيفه، علشان الطماطم او الصلصه بتكون يعني فيها حموضه وكده، قلتها لكم قبل كده كذا مره. علشان كده لازم نحط يعني حبه سكر كده صغيرين بس كده. هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعضيه ونسيبه يتسبك شويه، يعني مش كتير، هتشوفوا معايا وهنوصل لدرجه ايه في التسبيكه، علشان بعد كده نضيف باقي الاضافات. تمام، هي كده اتسبكت، شايفين ده الشكل اللي انا عايزاه ودي التسبيكه اللي انا عايزاها. هبدا اخدها بحاجه فيها مصفى زي كده، يعني معلقه تكون فيها مصفى، علشان انا عايزه شويه من التقليه دي اخليهم للاخر، هوريكم هنعمل بيهم ايه. وهنبدا بس ناخد البطاطس كده وزعها باي شكل انتوا عايزين. همسكهم كده احطهم في الصينيه، وبعد كده ارجع اوريكم اخر خطوه. زي ما انتوا شايفين رصينا كل الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنجيب بقى اللحمه المفرومه وهوريكم هنعمل ايه. طبعا انا مولعه الفرن وسايباه يسخن. هنجيب بقى اللحمه المفرومه، هنبدا نعملها كده، يعني هنفردها كده على البطاطس من فوق. اعملوها كده طبقه كويسه، ما تبقاش سميكه، بحيث كلها تكون متساويه في الطبقه. هعملها كلها وارجع لكم. بصوا كده خلاص حطيت اللحمه المفرومه كلها من فوق هنا،
غطيت بيها كل البطاطس بطبقة يعني كويسة، ولا هي سميكة ولا هي رفيعة. هنمسك بقى شوية التقلية دول وعليها كده بس من فوق بأي شكل بقى. نبدأ كده نوزعها. تمام كده. بصراحة الصينية دي بتبقى طعمها تحفة، يعني انا اول مرة عملتها كانت جميلة جدا. البطاطس نفسها كانت حلوة، واخدة طعم حلو من اللحمة، واللحمة نفسها كانت جميلة. طبعا انا المناديل دي معايا، الوايبس ديت اي حاجة على البوتاجاز امسح على طول، ما بسيبهاش حاجة تنشف اصلا. كده خلصنا. الصينية بتاعتنا جاهزة، هنبدأ بقى ندخلها الفرن، وبعد ما تخلص وتطيب هطلعها اوريها لكم. هوريكم بقى الفاينل بتاعها هيبقى عامل ازاي، ونقطع كده وناكل مع بعضينا. تعالوا بقى شوفوا معايا الجمال والحلاوة بتاع الصينية اللي لسه عاملينها. بصوا شكلها عامل ازاي، تحفة. تعالوا كده نقطعها مع بعض واوريكم بقى الشكل هيطلع عامل ازاي في الطبق. طبعا وانتوا بتقطعوها قطعوها بالشكل اللي انتوا عايزينه. فانا كده كده عندي اللحمة من فوق هي كشت زي ما انتوا شايفين كده، فممكن نقطع بس اللحمة، يعني قطعوا حتة كده صغيرة. هي بصراحة سخنة عشان لسه طالعة من الفرن. ممكن كده اقطع حتة صغيرة كده ونطلعها وندوقها مع بعض. هي دي كده حتة، بس اللحمة ريحتها تحفة، وهي الصينية كلها بصراحة ريحتها جميلة. هجيب طبق كده ونغرف ونشوف. وعملت لي كمان شوية رز مفلفلين تحفة. كذا حد بيقول لي على طريقة الرز دي، هعمل لكم بيها فيديو ان شاء الله، بحيث كده الناس اللي لسه مبتدئة في الاكل وكده والطبيخ تبقى عارفة الحاجات دي بتتعمل ازاي. تعالوا كده نغرف مع بعض واوريكم بقى الفاينل بتاع الطبق. تعالوا كده ناخد شوية من الرز المفلفل الحلو ده. بصوا شكله، بصوا اتفرجوا بقى، هو لسه سخن طبعا. شايفين الفلفلة بتاعته؟ طبعا لو حابين نعمله شكل حلو، انا عندي الطبق اللي بعمل بيه ممكن اوريهولكوا، علشان لو انتوا حابين تشتروه ممكن تلاقوه عند اي محل عربي، تجيبوه من مصر بقى معاكم وانتوا جايين. تعالوا كده اوريهولكوا. ده الطبق اللي قلتلكوا عليه بتاع تشكيل الرز. هو ممكن على فكرة تلاقوه برضو على امازون، لان الحاجات دي بيتعمل فيها كيك برضو، بيتعمل فيها كب كيك بتبقى اصغر، لكن ده الحجم الوسط اللي بنشكل بيه الرز. ده عندي. تعالوا بقى نغرف البطاطس واللحمة. بصوا بقى قطعة اللحمة، ممكن تاخدوا حتة كده، حتة اكبر براحتكم خالص، احنا بس بندوق كده مع بعضينا. دي اللحمة، واللحمة كمان متحمرة حلوة قوي وطيبة حلوة جدا. ناخد كده شوية بطاطس من تحت. بصراحة طبق تحفة، انا بحبه قوي الطبق ده، بيبقى طعمه حلو والبطاطس طيبة جدا وطرية، واللحمة كمان بتبقى حلوة قوي. بصوا بقى المنظر. تعالوا كده ندوق بقى. تعالوا بقى ندوق ونشوف واقول لكم التقييم بتاعي، ولو اني هقول عليه 100 لان انا عارفة الطعم. حاجة جميلة، والرز زي ما انتم شايفين شكله. بصوا للأمانة هو مش ظاهر كويس لان البخار طالع كده، هو لونه حلو قوي. بصوا لونه جميل. تعالوا بقى نشوف البطاطس نفسها. هو الطبق سخن كالعادة. بصوا البطاطس، شايفين؟ طبعا حاجة كده تحفة. بصوا البطاطس، شايفين؟ طيبة جدا، ملحها حلو، توابلها جميلة، جميل قوي. تعالوا بقى نشوف اللحمة. بصوا بقى، تقدروا بقى تعملوا نفس الحركة دي بلحمة عادية. انا اوقات اعملها لحمة مفرومة لما بيكون عندي، اوقات اعملها بقطع لحمة عادية. بس للأمانة اللحمة المفرومة بتبقى جميلة جدا، لان هي بتنزل كل الدهون والعصارة بتاعتها على البطاطس، فبتديها طعم فظيع. بصوا شكل المعلقة كده متنوعة بالشكل ده. بأمانة خطيرة. بس كده،
اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا من الطبق الحلو ده. جربوه بجد هيعجبكم جدا جدا، وهتدعوا لي، انا متاكده ان انتوا هتدعوا لي. يلا جربوه واكتبوا لي في الكومنتات، ولو انتوا اول مره تعرفوها الطريقه دي قولوا لي عليها برضو في الكومنتات ان انتوا اول مره تشوفوها. ولو عملتوها قبل كده قولوا لنا بقى، لو في تريكات حلوه بتضيفوها غير اللي انا بعملها قولوا لي برضو عليها علشان كلنا نستفيد مع بعض. اتفرجوا بقى على الطبق وعلى الحلاوه. يلا اشوفكم في فيديو جديد واكله حلوه جديده ان شاء الله.